مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. تأهيل مركز العلاج الطبيعي للمعاقين. جهود لتوعية وتنظيم المرأة في إقليم عنصبة. اجتماع لتطوير قدرات المرأة في هيكوتا. الاتحاد الأوروبي يخطط في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد إيران. قتلى في أعمال شغب بسجن أمريكي. والزعيمان القبرصيان يفشلان في إحياء عملية السلام المتأخرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قامت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع ألمانيا بتأهيل مركز العلاج الطبيعي لمعاقي الحرب الكائن في معسكر دندن. وفي مراسم تسليم المركز بحضور وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبرآب ووزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين، أوضح نائب رئيس جمعية معاقي الحرب السيد فسحية فميكائيل أن الدعم يأتي في إطار المشاريع التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع فروعها في الخارج لمساعدة المعاقين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استفادة المعاقين من صحيا واجتماعيا من العلاج الطبيعي، وأشاد بجهد فرع ستوتغارت. وقال رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع ألمانيا سيد حسين خليفة إن المشروع الذي يشمل الدعم المالي والعيني يوجد في مراحله الأولى، وتجري أنشطة إطلاق مشاريع أخرى مستقبلا. في غضون ذلك تقوم فروع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وأوكلاند الأمريكية بتأهيل عيادة المعاقين في معسكر دندن بحوالي 2 مليون نغفة وتوفير الأسرة والمعدات الطبيعية لها. أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن أن الاتحاد يعمل لتوعية وتنظيم المرأة وتمكينها اقتصاديا. وذكرت عن تنفيذ برامج تدريب مهني ودعم عيني وقروض دون فوائد في السنوات الماضية لاعتماد المرأة على نفسها وتقويتها اقتصاديا، موضحة عن المشاركة النموذجية للمرأة في البرامج الوطنية عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وقالت إن المرأة في ملوبسو ومحلاب وأيبابا وقروح وبيلتا تأطرت في جمعية وتعمل لتنمية البساتين، إضافة إلى النتائج المرضية لبرامج التدريب المنزلي. وأكدت على أهمية الدور الذي يقوم به مركز التدريب المهني في مدينة كرن لتدريب التطريز والخياطة لإيجاد مصدر دخل للمرأة، إلى جانب بذل الجهود لرفع مشاركة المرأة في التعليم والعمل لتميزها وتفوقها، وأنه فتح مكتبات في كرن وأصمات وهابرو وعيلة برعد جزء من هذه الجهود. عقد سيمينارات في 12 ضاحية بمديرية هيكوتا لضمان صحة المرأة وتطوير قدراتها. وأوضح مدير مركز هيكوتا الصحية الممرض جبروزر أن على المجتمع الاهتمام الكبير لصحة المرأة عامة والأمهات خاصة، لكونه يضمن صحة الأسرة، وناشد للاهتمام الخاص بالأمهات والأطفال في جهود مكافحة الملاريا. وقال مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح إن السيمينارات التي ينظمها المهنيون لها دور كبير لدرء الأمراض، مشددا على وجوب المجتمع تطبيقها. وأشار المشاركون بأن انخفاض الأمراض المعدية نتاج حملات التعبئة الجارية، داعين للدفع بها بتنظيم أقوى. قام مكتب القانون والنظام في مديريتي إمن حيلي وعد قيح بإحراق مواد استهلاكية منتهية الصلاحية تقدر بأكثر من 150 ألف نقفة تم ضبطها في المتاجر. وأفاد مراسل وكالة إيرينا إن المواد تشمل الأغذية والمشروبات والتجميل والاستحمام، وقد تم معاقبة المتاجر التي كانت تبيعها. وعرب مدير مركز إمن حيل الصحية الممرض برهة كداني عن القلق من بيع وتخزين بعض المتاجر مواد مثل المبيدات الحشرية إلى جانب المواد الغذائية خارج إطار الترسيخ الممنوح لها، داعيا التجار تقديم الصحة على الربح.
وأوضحت مسؤولة القانون والنظام في مديرية الدقيق السيدة جبريئيلا يتبارخ أن أنشطة المراقبة الجارية وحملات التعبئة خفض من ظاهرة بيع المواد المنتهية الصلاحية، داعية المواطنين لتقديم المعلومات للحفاظ على هذه الإنجازات والدفع بها قدما. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على إيران وسط معارضة إيطالية ومخاوف من أن معاقبة طهران على برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي لن تمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التخلي عن الاتفاق النووي. وفي تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال بعض الدبلوماسيين إن تلك النتيجة تعني أن التكتل قد لا ينجح في الوفاء بمهلة 12 مايو التي حددها الرئيس الأمريكي من أجل إصلاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ويسعى الاتحاد لإنقاذ الاتفاق الذي وافقت طهران بموجبه على كبح طموحاتها النووية لما لا يقل عن 10 سنوات، لكن ترامب انتقده بشدة. وهدد ترامب بعدم تمديد واشنطن تعليق عقوباتها على إيران وفقا للاتفاق الذي شهد موافقة الغرب على رفع عقوبات واسعة النطاق عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي. قال مسؤولون بولاية ساوث كالورينا الأمريكية إن 7 نزلاء بأحد سجون الولاية قتلوا طعنا، كما أصيب 17 آخرون في واقعة شغب دامت 8 ساعات. وقالت إدارة السجون في الولاية إنه جرى تأمين مؤسسة للإصلاحية التي تقع في ولاية ساوث كارولينا، وكانت أحداث العنف انتشرت في 3 مبانٍ للسجناء. وقال خبير أمن السجون إن الحادثة هي الأكثر دموية منذ عام 1993 عندما قتل 9 سجناء وضابط في سجن أوهايو الجنوبي بمدينة لوكاسفيل. وقال مسؤول الطب الشرعي في مقاطعة لي إن السجناء ال7 في ساوث كارولينا قتلوا طعنا في السجن البالغ عدد نزلائه 1583. فشل الزعيمان القبرصيان في إحياء عملية السلام المتعثرة إثر لقائهما تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 9 أشهر. وصرح الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أمام الصحفيين بأن الجانبين يلتزمان بمواقفهما، وذلك إثر لقائه مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى إكينجي. وأعلنت الأمم المتحدة في بيان إن الزعيمين تبادلا الآراء بشكل منفتح وصريح خلال لقاء على حدة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها في نيكسوزيا. وأعربت مجموعة من القبارصة الأتراك واليونانيين الذين تجمعوا خارج مكان اللقاء عن الأمل بأن يحرز الرئيسان تقدما. والخلاف حول موارد الطاقة في البحر المتوسط عامل آخر يعقد محاولات توحيد الجزيرة بعد انهيار المحادثات في العام الماضي. ثار بركان جبل سيناغنغ مجددا في إندونيسيا منفثا عن دخان أسود كثيف في فوهته، وتسبب في إخلاء آلاف الأشخاص منازلهم خوفا على حياتهم. وتعد هذه ثورته الأخيرة منذ إعلان الإنذار في إندونيسيا بأعلى درجاته منذ عدة أشهر. وأبرزت وكالة الأنباء رويترز صورة توضح حجم الدخان الذي ينطلق من فوهته، وكان بالإمكان رؤية أعمدة الرماد لارتفاع 3 كيلومترات. هذا وذكر وكالات حكومية بأن الحمم البركانية انتشرت على نطاق كيلومتر جنوب شرق البركان، وتوجد مخاوف على تلوث الهواء في محيط المنطقة وتعرض السكان لمخاطر كبيرة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.